أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكل بيتي على أصوله. اليوم رح نعمل سوا الكليجة الأصلية بطعم البيت وأيام زمان. هالشو معطرة وناجحة 100% من أول مرة بإذن الله. تابعوا معي الفيديو للنهاية لتشوفوا كل الخطوات والنصائح لحتى تنجح معكم من أول مرة. ويلا مع بعض خلينا نروح نبلش بالمكونات وطريقة التحضير. بداية المكونات اللي رح نحتاجها هي عبارة عن كيلو من الطحين، بدنا ننخله كثير كويس. بعدين رح نضيف عليه البيكنج باودر، عنا ظرف بيكنج باودر ومعلقة كبيرة يانسون حب وبهارات الكليجة، فينا نجيبها جاهزة من عند العطار وفينا نركبها على ايدنا. راح اكتب لكم شو هي البهارات اذا بدنا نركبها. وعندي هون 250 غرام سمنة، كل كيلو طحين بده 250 جرام من السمنة. فينا نستخدم الزبدة بس نكهتها أطيب بالسمنة. رح نخلط السمنة مع الطحين والبهارات لحتى نحصل على هذا الشكل. مثل مو شايفين كل حبات الطحين أخذت من السمنة. بعدين عنا كوب من الحليب البارد وكوب وربع من السكر. فينا نحط كاس واحدة سكر إذا حبيتوها سكرها خفيف، ورح ندفيهم على النار بس لحتى نحصل على دفى شوي. ما بدنا اياهم باردين مشان الخميرة ما رح تتفاعل معنا، وما بدنا اياهم سخنين كتير رح تخرب الخميرة. بعدين حنضيف عليهم ظرف الخميرة ونحركهم كثير كويس. بعدين حنضيفهم على المكونات الجافة، ورح هون نعمل تقريبا مو عجن، رح نعمل تبليع للعجينة، يعني نبلع المي بقلب العجين. وهون مثل ما شايفين ما شاء الله بعد ما خلصنا وبلعناها شوفوا لي ما شاء الله طراوة العجين، بس بنفس الوقت بتتفتفت معنا. هيك لازم تكون لحتى نحصل على النتيجة الصح. ورح نخليها ترتاح لمدة 2 ل3 ساعات. بعد ما ارتاحت لساعتين هون جهزت الحشوة، هي عبارة عن تمر ناعم مطحون، وضفت عليه ملعقة كبيرة بهارات الكليجة وربع معلقة صغيرة سمنة بس منشان ناخد لمعان وتطرى معنا بالدعك. هلا بنفتح على العجينة، بناخد قسم من العجينة بالأول ومنرقه بين كيسين. ضروري انه نخلي الرق بين كيسين، او اذا عنا هاي البلاستيك نخليها من تحت لحتى ما تلزق العجينة عنا. بعدين رح نبلش نفرد عليها التمر ونرجع نفرد عليها طبقة ثانية من العجين ونرجع نرقهم. هلا أن أول وحدة عملتها سميكة للناس اللي بتحبها أو بتفضلها تكون فيها سماكة، بس أنا اللي بفضلها يعني إذا بدكم إياها تطلع أطيب فتكون يعني شوي رقيقة أطيب، لأنها رح ترجع تنفخ عنا بالفرن على مرحلة الشوي والتحمير. ومنقطعها بالشكل يلي منحبه ومنزينها بالطريقة يلي منحبها. وهون مثل مو شايفين زبطنا الأطراف شوي، بعدين قطعتها تقريبا يعني لا مستطيل ولا مربع وسط، وزينت بهاي الطريقة أي قطع عنا، وحتى فينا بالشوكة نعمل لها أي شكل، وإذا فينا نخليها بلا هذا الشكل كمان عادي ما بيأثر. بعدين بنحطها على صينية الفرن ورح ندهنها. عندي هون بيضة وحط عليها 3 معالق كبار حليب وحط عليها رشة فانيلا ومحركيتهم كلهم مع بعض، ورح ندهن الوجه لحتى ناخد تحميرة مرتبة. وبنفوتهم على فرن محمى مسبقا، ضروري يكون الفرن حامي، أسفل رف بالفرن على حرارة 250 من فوق ومن تحت لحتى يتحمروا عنا ونوصل للشقاري اللي نحنا بدنا اياه. ومنطلعهم بتكون هيك أطيب كليجة وأزكى كليجة راح تذوقوها بحياتكم. طبعا الكليجة هي مشهورين فيها إخوتنا بدير الزور وأهلنا بالعراق. بتمنى تجربوها وراح تدعولي بإذن الله. هي من أشهى ومن ألذ أنواع البسكوت أو الحلويات. إذا حبيتوا الوصفة ما تنسوني وتدعموني بالكومنت واللايك والمتابعة، وبكبر بمحبتكم ودعمكم، واستنوني بفيديو جديد. سلام.